الزلازل دي يمكن واحدة من أكتر الظواهر الطبيعية اللي بتخلينا نقف لحظة ونفكر في قوة الكوكب اللي عايشين عليه ده. فكرة إن الأرض نفسها أكتر حاجة بنعتبرها ثابتة في حياتنا ممكن فجأة كده تهتز وتتحرك تحت رجلينا، دي حاجة مرعبة وفي نفس الوقت مذهلة. النهاردة بقى هنحاول نكتشف سوا إيه سر القوة الهائلة دي. وهو ده السؤال اللي بيجي في بالنا كلنا أول ما نسمع كلمة زلزال. هو ليه أصلاً الأرض بتهتز فجأة كده من غير أي مقدمات؟ عشان نعرف الإجابة لازم نبدأ رحلتنا ونغوص شوية ونفهم إيه اللي بيحصل تحت رجلنا بالظبط. طيب خلينا نبدأ بالجزء الأول. الأرض بتهتز إزاي؟ يعني إيه هي القوة المفاجئة دي اللي ممكن في كام ثانية بس تغير شكل مدينة بحالها؟ تخيلوا معايا كده، في مجرد ثواني قليلة الزلزال بيقدر يطلق كمية طاقة لا يمكن نتخيلها، طاقة أكبر من آلاف القنابل النووية مع بعض. دي مش مجرد هزة أرضية، دي قوة قادرة تغير ملامح مدينة، تحرك جبال من مكانها. طيب، السؤال الطبيعي اللي هيجي في بالنا دلوقتي، الطاقة دي كلها بتيجي منين؟ الإجابة مستخبية في باطن الأرض. وهنا بقى بنوصل لأصل الحكاية كلها، الصفائح الأرضية، الآلية الخفية اللي شغالة تحت رجلنا كلنا وإحنا مش حاسين. السر كله في القطعة دي، هي المحرك الأساسي لكل حاجة بتحصل على السطح. طب إيه هي الصفائح الأرضية دي؟ بصوا، تخيلوا إن القشرة الخارجية للأرض مش حتة واحدة مصمتة، لأ، هي متقسمة لقطع بازل ضخمة جدا. القطعة دي بقى مش ثابتة في مكانها خالص، بالعكس، هي طول الوقت بتتحرك حركة بطيئة جدا، كأنها عايمة على طبقة سائلة لزجة تحتها. والحكاية كلها بتحصل لما قطعة البازلز دي وهي بتتحرك تخبط في بعض أو تحك في بعض. تخيلوا لوحين كبار بيحاولوا يعدوا جنب بعض بس مزنوقين. الزنقة دي بتولد ضغط وطاقة رهيبة، بتفضل تتخزن وتتخزن لسنين وسنين طويلة لحد ما توصل للحظة الانفجار. فجأة الطاقة دي كلها بتتحرر مرة واحدة في شكل موجات بتنتشر في كل حتة، والموجات دي هي بالظبط اللي احنا بنحس بيها كهزة أرضية عنيفة. طيب، عرفنا الزلزال بيحصل ازاي، بس ازاي بنقيس قوته؟ يعني ازاي العلم بيقدر يحط رقم يوصف القوة الجبارة دي؟ هنا بقى بيجي دور أشهر حاجة مرتبطة بالزلازل، وأكيد كلنا سمعنا عنها، مقياس ريختر. المهم نفهم إن المقياس ده مش بيقيس إحنا حسينا بالهزة إزاي، لأ، هو بيقيس كمية الطاقة نفسها اللي طلعت من مركز الزلزال في باطن الأرض. والفكرة بسيطة، كل ما الرقم على مقياس ريختر يزيد كل ما الزلزال كان أقوى. بس خلي بالكم، الزيادة هنا مش زي ما بنتخيل. يعني زلزال بقوة 6 مش أقوى من 5 بحتة صغيرة، لأ، ده أقوى ب10 أضعاف، والطاقة اللي بتطلع منه بتكون أكبر بحوالي 32 مرة. يعني الفرق بين درجة والتانية ممكن يكون الفرق بين هزة خفيفة نحس بيها ودمار شامل لا قدر الله. طيب، كل الكلام العلمي ده جميل، بس الأجمل منه هو إزاي بنستخدم المعرفة دي عشان نحمي نفسنا. إزاي الهندسة بتدخل عشان تبني مباني تقدر تقف قصاد الهزات. وهنا بقى بيجي دور العبقرية الهندسية. بدل ما نبني مبنى ناشف يتكسر مع أول هزة، المهندسين بيصمموا مباني تقدر يعني نقول ترقص مع الزلزال. إزاي؟ أولاً بأساسات قوية وعميقة في الأرض. ثانياً، هياكل المبنى نفسها بتكون مرنة، بتتحرك وتهتز مع الهزة زي فرع الشجرة في الهواء فما تتكسرش. وكمان بيستخدموا مواد مخصوصة بتمتص الصدمات زي المساعدين بتوع العربية كده بالظبط. كل ده بيحول العلم لأمان حقيقي على أرض الواقع. وفي الآخر الحكاية كلها بتوصلنا لنقطة واحدة مهمة جدا، بالعلم بنقدر نعيش في أمان. قوة فهمنا للكوكب اللي عايشين عليه ده هو اللي بيدينا الأدوات عشان نتعايش معاه بأمان. وزي ما الملخص ده بيقول بالظبط، فهمنا للزلازل بيساعدنا نحمي نفسنا عشان نعيش بأمان أكتر. الحكاية مش مجرد فضول علمي، لأ، دي معرفة بتنقذ أرواح وبتبني مجتمعات أقوى. الفهم ده هو اللي بيدينا القوة عشان نعيش في سلام مع كوكبنا. وده بيخلينا نسأل نفسنا في الآخر، بعد ما شفنا إزاي العلم قدر يدينا مفاتيح نتعامل بيها مع ظاهرة قوية زي الزلازل، يا ترى إيه تاني من أسرار كوكبنا لسه مستخبي؟ وإيه اللي العلم لسه ممكن يكشفه لنا في المستقبل؟ ده سؤال يخلينا دايماً متحمسين للي جاي.